قال موسى لربه: يا ربي، خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وتبت عليه، فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها؟ فقال له الله: يا موسى، يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين. قال موسى: يا ربي، إذا قال العبد يا ربي وهو راكع ماذا تقول له؟ قال: أقول له لبيك يا عبد. قال: فإذا قالها وهو ساجد؟ قال: أقول لبيك يا عبد. قال موسى: فإذا قالها وهو عاصٍ؟ قال: أقول له لبيك لبيك لبيك. إن الله تعالى يقول لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى التوراة، قال موسى لربه: يا ربي، إني أرى مكتوبا في التوراة أن هناك أمة تأتي إذا استقرت اللقمة في بطونهم غفرت لهم، لأنهم يبدأون الطعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله. اللهم اجعلهم أمتي يا ربي. قال الله لموسى: يا موسى، إنهم أمة محمد. قال موسى: يا ربي، إني أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل سيئة فلم يفعلها وتركها من خشية الله كتبتها له حسنة، اجعلهم أمتي يا ربي. قال له الله: يا موسى، إنهم أمة محمد. قال موسى: يا رب، أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، اجعلهم أمتي يا رب. فقال له الله: يا موسى، إنهم أمة محمد. فقال موسى: يا ربي، اجعلني من أمة محمد. One time some of his companions came to him in the middle of a war, in the middle of a battle. A battle was raging on. And they came to him in the middle of the battle and they say, "Udu'u Allah, ahraqatna nibalu Thaqif." The people of Thaqif are killing us with their arrows. Udu'u Allah alayhim. Make dua, Allah destroys these people, wipes them clean off the face of the earth. The Prophet ﷺ raised his hands for dua, supplication. The companion said, we were like, that's it, done deal, it's over. And then when he opened his mouth, he said, Allahumma mahdi Thaqifan. Allah give guidance to the people of Thaqif. And he reprimanded his companion. He said, Inni lam uba'ath la'anan. I have not been sent to curse people, to damn people, to doom people. Wa innama bu'idtu rahmatan. I have been sent as a mercy for people. As a mercy for Allah's creation.